تعالى اقولك الهدوم بيطلع عليها ريحه من الغساله ليه. بس قبل اي حاجه، قبل ما نبدا الفيديو، صلوا على النبي يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. انا الطريقه اللي انا هقول لكم عليها دي انا بعملها كل شهر. بصراحه. انا معايا طبق هنا فيه ميه وفيه كلوروكس الوان او اي منظف عندكم، مفيش مشكله، بس انا ما بكترش يعني. فبجيب الاسبونشه. انا عندي الكاوتشه دي اللي حوالي الباب بيتجمع فيها كل الرواسب والعك والطينه والحاجات دي، زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا منضفاها بقالي شهر او يمكن اقل من شهر كمان. شايفين دي بيتجمع فيها كل الرواسب مع كتمه الباب بتاع الغساله، فبتعمل بالتالي ريحه للهدوم. طبعا الباب ده اللي فيه الفلتر. طبعا انا عامله صرف للميه قبل ما افتح الباب ده، عامله صرف للميه، وخلي بالكم انتوا بتفتحوه. طبعا انا هنا بقى هجيب الاسبونشه بتاعتي وهغسل الكاوتش دي كويس داير ما يدور. هنضفها خالص. خلي بالك في جزء ما بين الحله والكاوتش برضو ده عايز يتنضف، والجزء اللي في النص ده والحته اللي هي في الاخر ده عند الباب. هما 3 اماكن. طبعا انا بحاول ان انا انضف من فوق، بجيبها كلها داير ما يدور، لان فعلا انا لاحظت انها بتجمع فيها الرواسب والعك وبتعمل ريحه. ومن الاحسن انت تعملوها كل شهر. انا بعملها كل شهر، اعملها كل شهر علشان تمنعوا اي ريحه في الهدوم. وبعمل لها معاها برضو بعد ما بخلص ده بعمل دورة الخل. طبعا انتوا شفتوا الفوطة عاملة ازاي. انا كده غسلتها، بحاول بقى ان انا امسحها. الجزء اللي ما بين الحلة والكاوتشة دي بيبقى صعب شوية انك تحط ايدك، بس حاولي، لان المكان بتاعها عامل قوي شديد ماسكة كده. فبحاول ان انا اعمل ايدي برضو عشان اجيب اي عك او اي رواسب. طبعا انتوا شفتوا العك اللي في الفوطة. شايفينها بقت زي الفل اهي. لسه بقى دي ولسه التانية دي هغسلها بقى بالاسبونشة. عاملين ايه يا اصحابي؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبي. وهانت بقى المدارس بكرة، وهي طبعا بقى الصحيان بدري والنوم بدري، فربنا معانا بقى. انا نضفتها كده بقى. هفتح الباب بتاع الفلتر. طبعا انا حطيت فوطة هنا عشان المية لما تنزل. خلي بالكم يا جماعة تعملوا صرف للمية الاول، علشان دي بيبقى ملان مية. انا طبعا اهو كنت عاملة صرف، بس حطيت فوطة برضو عشان كنت خايف. شايفة الفلتر متوسخ ازاي؟ طبعا انا منضفاه. لو ما كانش متنضف كنت هتلاقي المنظر حاجة تانية. شايفين بقى؟ شايفين جوه عامل ازاي؟ انا بيبقى عندي، انا كان عندي فرشة اللي هي بتاعت الازايز دي اللي بغسل بيها الازايز. قعدت ادور عليها مش لاقيها. يعني عندي ابن الصغير ده ربنا يهديه مش مخلي لي حاجة في مكانها نهائي. كنت بدخلها جوه كده وبغسلها، بتجيب لي جميع الجوانب. شايفين؟ حاولت بقى ان انا قعدت ادور على حاجة ما تلاقيتش، فاضطريت بقى ان انا ادخل الفوطة كلها واحاول ان انا ايه ابرمها كده جوه علشان تجيب لي ايه كل الجوانب. زي ما انتم شايفين كده. اللي عنده الفرشه بتاعت البرطمانات والازايز يغسل بيها، بس انا بقى ما تلاقيتهاش. الفلتر ده لازم يتنضف على طول. انا منضفاه من مش اقل من شهر، عشان كده هو نضيف شويه. شايفين؟ طبعا بقى الحته السوداء اللي تحت دي جوه شويه، لو كانت الفرشه موجوده كانت جابتها لي، بس للاسف بقى ما كانتش موجوده.
هبدأ بقى احط الفلتر بقى واقفلها تاني. هقفل الباب. وبعد كل غسلة بعمل لها دورة الخل. كده بقى تمام اهو. هنعمل لها بقى دورة الخل. معايا هنا كوباية خل كبيرة اهي، يعني حوالي نص ازازة خل صغيرة. هحط بقى في الدرج بتاع المسحوق والدرج بتاع الزهر، احطه في الادراج، واحط بقيتها بقى بنصها احطها في الحل. هوريكم بقى الرواسب والعك اللي طالع. هحط بقى بقية الكوباية في الحلة. هبدأ بقى اشغل الغسالة على اعلى درجة في السخونية. هعملها على 90. انا عندي 90، ده من 90 ل60 ده الابيض، وفي نقع اللي هي الكتابة الحمراء دي نقع، وطبعا عندي ال40 وال30 الوان، والنجمة اللي تحت الاخيرة طبعا ديت بتبقى للغوامق. طبعا انا شغلتها على 90 اهوتي، وهعمل بدون عصر. هعملها بدون عصر اهو، وهعمل بقى ستارت واعمل تشغيل، وهسيبها كده بقى. دورة الخل بتاعتها بقى، شوفوا بقى الرواسب اللي هتطلع لي، هتشوفوها دلوقتي في الفيديو ما تشتغل. هي هنا بتملى ميه اهي. هنا بقى بعد ما اشتغلت اهيتي، هوريكم بقى. انتوا هتشوفوا العك، شايفين دي بقى الرواسب اهيتي والعك اهي. ده بقى كله بيطلع بعد التنظيفه ديتي. كل العك بقى اللي كان في الكاوتشه بقى بدأ يطلع. جربوا الطريقه دي يا جماعه وهتظبط معاكم، بس تعملوها كل شهر. انا طبعا بعد كل ده بقى بقوم اعمل لها دورة الخل، بتنضف لي الغسالة خالص. جربوا الطريقة دي يا جماعة كل شهر، وان شاء الله هتظبط معاكم. وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، واستنوني في فيديو جديد.